عايزك تتخيل معايا ان انت تكون اضعف ولد في المدينة كلها، كل الناس بتحتقرك وبيقولوا منك جامد، فانت تعتبر حشرة بالنسبة لهم، ولكن غلابة ومساكين للاسف ما يعرفوش ان انت بتخفي قوتك الرهيبة عنهم مش اكتر. لا ومش بس كده، ده انت بتكتشف ان انت من عيلة كبيرة وابوك وامك عندهم تقنيات سرية وقرروا ان هم يورثوها لك قبل ما يموتوا، بس للاسف واحدة من التقنيات دي اتسرقت وانت طفل صغير، وبتكون مضطر ان انت تزود قوتك علشان ترجعها. في نفس الوقت لازم تخفي هويتك ومهاراتك عن كل المدينة، علشان لو عرفوا مش هيسيبوك في حالك وهيطردوك. فيا ترى بقى هتعمل ايه في وسط الاحداث المهوله الغريبه اللي بتحصل لك دي؟ ده اللي هنعرفه وهنشوفه النهارده في قصتنا مع بطلنا تشانجا. بس قبل ما نبدا عايز اسالك سؤال صغير، او انت ليه ما بتعملش لايك وتنزل تشترك في القناه؟ فيلا بقى يا اسطوره، قبل ما نبدا ارزع اللايك الجامد بتاعك ويلا بينا نشوف ايه الحكايه. بتبدا قصتنا مع بطلنا تشانج هوان، واللي كان اضعف طالب وواخد التصنيف الاقل في الطائفه الخارجيه لاكاديميه المحاربين. وبنعرف يا صديقي ان الاكاديميه دي كانت واحده من الثلاث اكاديميات الرئيسيين في مدينة الغروب، ولكن وبشكل غير متوقع تماما في يوم من الايام قررت اجمل بنت في الاكاديمية ان هي تتكلم مع بطلنا، وطلبت منه ان هو يقابلها بشكل سري في الجبل اللي ورا الاكاديمية. طبعا تشانج وقتها مش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل، وبيقول ان البنت دي اتجننت او عقلها طار، وساعتها برضه كان بيفكر في موضوع تاني، ان في حكمة وهدف ورا طلبها ده اكيد مش هتطلبه كده منه وخلاص. وبيقرر ساعتها بالفعل ان هو يوافق، وبيروح علشان يكتشف بنفسه. بس وفجأة واثناء ما كان ماشي في الطريق بيقابل واحد اسمه زانج بينجا، وبنعرف ان الولد ده من عشيرة زانج، وهم من العشائر الرئيسية الاربعة في المدينة كلها، وكمان كان طالب اكبر منه في الاكاديمية وانضم ليهم من حوالي 3 سنين، وبقى طالب في الطائفة الداخلية. تشانج بقى وقتها مخه بيعمل ايرور وما بيكونش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل. ازاي الولد المختل عقليا ده موجود في المكان هنا؟ ده المفروض شياو اللي انا رايح اقابلها مخطوبة له، ده حتى عائلة زانج دي يعتبر شياو بنتهم في القانون المستقبلي كمان، ولو اي حد منهم اكتشف ان انا رايح اقابلها في السر كده هتحصل له مشكلة كبيرة جدا. وقتها بيحاول الولد زنج وقتها ان هو يوقف بطلنا تشاو، وبيثبته بيقول له طلع الحاجه اللي معاك يا حلوه. بطلنا بيكون خايف ولكن بيطمن في نفس الوقت، لانه ما يعرفش ان هو رايح يقابل حبيبته وخطيبته. تشانج بيرد عليه في هذه اللحظه وبيقول انا مش فاهم اي حاجه منك على فكره، هو انت بتقول كلام مش مفهوم ليه؟ اسلم ايه بالظبط؟ بس زنج بيتعصب عليه جدا في هذه اللحظه وبيقول له انت عامل نفسك عبيط ومش فاهم صح؟ انا هفكرك دلوقتي يا حبيب قلبي، فاكر لما كنا في جبل شوانج وقتها خدت الدواء الشافي اللي بيظهر مره واحده في القرون وهي عشبة الشنجة، وانت بقى يا باشا رحت غفلتني واخدتها قبلي، وانا اللي كنت شايفها قبلك ومستناها تنضج بس علشان اروح اجيبها. ساعتها تشانج بيتكلم مع نفسه وبيقول ان العشبة السحرية دي نادرة جدا ومحتاجة سنين علشان تنمو، ومجرد ما الشجرة دي تنمو وتنضج حرفيا السعر بتاعها هيكون ثروة كبيرة قوي، ولو استخدموها وقتها لتقنية الاكاسير هيزيد سعرها وهتبقى اغلى واغلى كمان. الولد زان بقى ده عيل طماع جدا وعايز ياخد حاجة مش بتاعته، بس حظه الوحش ان هو مشي وراه لحد هنا، والكويس ان مفيش مؤامرة حصلت ورا ده. ولكن زانج بيتعصب تاني في هذه اللحظه وبيقول له انت مش عايز تطلع الحاجه اللي معاك، خليك ساكت كده واقف تتفرج عليا. طبعا انت عامل نفسك عبيط دلوقتي ومش عايز تسلمها، خليك بقى اعمل عبيط كده لحد ما تشوف ايه اللي هيحصل لك يا حبيب قلبي، وجهز نفسك للموت. وبيجمع كل قوته بعد كده وبينطلق ساعتها للهجوم على بطلنا باقصى ما عنده. تشانج بقى في هذه اللحظه بيتضايق جدا، لان الولد زانج ده عيل طماع قوي وعايز يسرق العشبه بتاعته وعايز يقتله كمان، وعلشان كده بيقرر ان هو ما يتراجعش ولا يظهر اي رحمه ابدا ويخلص عليه. وفجاه بطلنا بيتعصب جدا وبيجمع كل هالته وبيطلقها على الولد زنج ده. زنج بيكون واقف مش فاهم اي حاجه وبيتصدم وبيقول ازاي طالب متواضع زيك كده وكحيان عنده القوه بالشكل الكبير ده يالا. وبينطلق بطلنا بعد كده مره تانية بكل قوته علشان يهجم عليه، وبيقدر ان هو يصيبه اصابات كبيره بالفعل وقتها، وبيستعد علشان يهجم عليه مره تانية، وهو بيقول له ما كنتش ناوي اسيء لعائله زنج ابدا من البدايه، ولكن انت متخلف عقليا يا قليل الادب، يا اللي ما عندكش اي احترام اللي خليتني اعمل كده، فبلاش تلومنا على قسوتي اللي انت هتشوفها. وبالفعل بعد ما هجم عليه وقدر ان هو يقتله في نفس الوقت بياخد خاتم التخزين بتاعه ساعتها. ولكن المفاجاه بقى بالنسبه لبطلنا، اول ما بياخده بيكتشف ان جواه مئات الكريستالات الروحيه، والكريستالات دي فيها طاقه روحيه كبيره جدا ممكن للمحاربين ان هم يمتصوها علشان يزودوا مستوى زراعتهم. والاهم من كده ان هي عمله صعبه جدا في مدينه الغروب، وممكن يشتري بيها اي كنز هو عايزه. من الاخر كده حرفيا هو واقع على ثروه ثمينه جدا. لا ومش بس كده، ده كمان ساعتها بيلاقي كتاب لتعليم فنون القتال، واللي يعتبر كنز بالنسبه لاي طالب موجود في الطائفه الخارجيه، وبيحلموا ان هم يقعوا عليه، ولو اتدرب على الحاجات اللي موجوده في الكتاب دي هيقدر ان هو يحسن من قوته القتاليه في اسرع وقت ممكن. بيفرح جدا تشانج وقتها لان ما كانش متوقع ان الولد زنجة غني بالشكل ده الثروه المفاجاه اللي هو حصل عليها دي تكفي احتياجاته اليوميه وكمان فلوس يتدرب بيها. بس فرحته دي بتخليه ينسى العواقب اللي هيحصل عليها بسبب قتله
تقتل الولد زنج، لان لو حد عرف او شم خبر ان هو قتل الولد ده هتحصل له مصيبه وكارثه كبيره، ومع قوه عيله زنج دي هيكون قتله مجرد حاجه بسيطه جدا بالنسبه لهم زي حشره كده هيفعصوها. فبيفضل يفكر وقتها مع نفسه وبيقرر ساعتها ان هو لازم يتخلص من الجثه دي في اسرع وقت ممكن، وساعتها بيستخدم قوته علشان يتخلص منها ويدمرها. ولكن فجاه بتظهر البنت شياو قدامه. بيكتشف في هذه اللحظه تشانج ان هو عامل دوشه كبيره وشد انتباه الجميع، ولازم ما يخليهاش تعرف ان هو السبب ورا الجريمه دي، وعلشان كده بيضطر ان هو يحرج نفسه قدامها. لما سالته عن سبب الاصابات اللي موجوده عنده كذب عليها وقتها وقال لها ان هو قابل واحد مجنون في الشارع وساعتها اتخانق معاه بدون اي سبب. بيقدر ان هو يقنعها، ومن بعد كده بيسالها يا ترى انت طلبت ان انت تقابليني ليه؟ ساعتها ما بتكونش مصدقه لان شاكه ان الهجوم اللي حصل على بطلنا ده نفس الهجوم بتاع خطيبها، وبتقول ان هي قابلت واحد قبل كده قدر ان هو يهزم وحش روحي من المستوى الثاني بلكمه واحده بس. والاهم من ده كله ان الشاب ده كان عنده مستويات طاقه روحيه في العالم التسع سماوات وتسع عوالم صغيرين، والقوه دي تعتبر مخيفه جدا، وعلشان كده بتقرر وقتها ان هي تختبر بطلنا تشانج. بس اثناء تفكيرها بيسالها تشانج اذا كانت معجبه بيه، فبتتفاجئ جدا من السؤال بتاعه. البنت بتتعصب وقتها وبتقول له انت بتقول ايه يا ابن المجنون انت، وبتجمع كل قوتها وبتروح علشان تهجم عليه. فبيحاول ان هو يوقفها وبيقول لها ان الموضوع مش مستاهل كل ده ومش فاهم هي بتعمل كده ليه يعني، ولكن مش بيقدر ان هو يتصدى للهجوم بتاعها وبيتصاب بعدها. وبيسالها يا ترى انت بتعملي كده ليه وانا عملت لك ايه؟ فبتروح تعتذر منه بعد كده وبتقول له ان هي ما كانتش قاصده تعمل كده ولا تاذيه، لانها كانت بتختبره مش اكتر، وما كانتش متوقعه ابدا ان هو في عالم الطاقه الروحيه فعلا. فبيتضايق جدا وقتها وبيقول لها اختبار ايه بس اللي انت بتقول عليه، انت كنت على وشك ان انت تخلصي عليا. فبتعتذر له ساعتها وبتقرر ان هي تديله حبه دواء، والحبه دي بتكون قيمه جدا لانها بتجدد الدم بتاعه وبتفتح خطوط الطاقه وبتقوي جسمه كمان. فبيفرح جدا بطلنا تشانج لانها يعتبر صفقه قويه جدا مقابل الكام قلم اللي هو خدهم دول. وهو مش بس حصل على كنز ثمين منها، ولكن هو بقى على اتصال وثيق باجمل بنت في المدينه كلها. بس بيكون تشانج بيفكر في نفس الوقت ان هو قدر ان هو يخدع البنت تشاو دي ويخفي قوته عنها مؤقتا، وان هو كان بيتظاهر ان هو ضعيف قدامها مش اكتر، ولكن لو فضل معاها اكتر من كده هتقدر ان هي تكتشف قوته الحقيقيه. وبيقرر وقتها ان هو يمشي في اسرع وقت ممكن من قدامها، وبيعرفها وقتها ان هو لازم يمشي علشان عنده حاجات مهمه لو هي مش محتاجاه في حاجه تانية يعني. البنت بتكون متردده وقتها ومش عايزاه ان هو يمشي من قدامها ويفضل واقف معاها لانها مش قادره تحدد هو الشخص اللي هي بتدور عليه ولا لا، ولكن بتعتذر له على اللي هي عملته فيه والاهانه اللي هي اهانتها له بتخليه يمشي. بعد كده بينتقل بينا المشهد بعد كده عند اخت بطلنا تشانج واللي كانت شغاله في احد الحانات اللي موجوده في المدينه، وساعتها بيروح واحد عندها من العائلات الكبيره، واول ما بيشوفها بيتفاجئ جدا ان في بنت جميله بالشكل ده شغاله في حانه متواضعه زي دي. وحتى الاتنين الخدم اللي كانوا موجودين معاه وقتها بيكونوا مصدومين هم كمان من جمالها، وبيتكلموا وبيقولوا البنت دي جميله جدا وجمالها لا يوصف، ده ما قلتش جمال عن البنت شياو اللي هي اجمل واحده في المدينه كلها. وبيكونوا عايزين يعملوا اي خطه عليها علشان يقدروا ياخدوها معاهم للسيد بتاعهم. واحد منهم بيتكلم وقتها بيقول للقائد بتاعه ان البنت دي جميله جدا وهتكون مطيعه وهتعمل اي حاجه هو يطلبها منها. عمال بيقول له شعر في البنت دي وهو كان بيحرضه عليها وقتها علشان يضحك عليها بمعنى اصح. بيروح القائد بعد كده يتكلم معاها وبيقول لها ان هي لو جت معاه دلوقتي وسمعت الكلام هيضمن لها حياه مريحه جدا غير القرف اللي هي عايشه فيه. ولكن البنت بترفض وبتقول له ان اخوها تشانج قال لها ان هي ما تثقش في اي راجل لان نواياهم زي الزفت وما تصدقش حد فيهم. ولكن القائد بيكون اذكى منها بكتير وبيحاول ان هو يضحك عليها وبيقول لها لو انت سمعت الكلام بتاعي في المستقبل هوفي بوعدي. وبالخباثه اللي عنده دي بيقدر بالفعل ان هو يقنعها، والبنت بعدها بتوافق. ولكن بقى من حسن حظها ان بطلنا تشانج بيوصل في الوقت المناسب وبيسالها انت بتعملي ايه عندك. بتجري اول ما بتشوفه عليه وبتروح تحضنه وبتقول له ان هو وحشها وليه اتاخر في الرجوع كده، كانت قلقانه عليه. فبيتعصب الولد لان تشانج بوظ الخطه بتاعته في اللحظه الحرجه، هم كانوا على وشك ان هم يمشوا. تشانج بيتعصب عليه في هذه اللحظه لما بيعرف اللي حصل وبيروح يقول له هو انت استاذنت مني علشان تاخد اخته وانت ماشي؟ فالولد بيرد عليه بكل عجرفه وبيقول له انت المفروض تحس بالفخر اصلا وليك الشرف ان انا حطيت عيني على اختك انت يالا حيوان. وبعد كده بيأمر الخدم بتوعه ان هم يروحوا يعلموه درس علشان يبقى يتكلم عدل. بعد كده بيروحوا بعدها بالفعل ان هم يهجموا عليه، وتشانج بيكون ماسك نفسه على اخر لحظه مش عايز يبين قوته قدام حد ويفضل بعيد عن الانظار. ولكن لما بيحس بالخطر وان هو هيموت بيضطر ان هو يضربهم كلهم علشان يتخلص منهم. وبيزعق لاخته بعد كده وبيقول لها ان الاشخاص دول اشرار وان هم كانوا هيبهدلوها حرفيا وما تسمعش كلام اي حد بعد كده. وبالفعل اخته بتعتذر منه وبتسمع الكلام بتاعه وبتمشي معاه بعدها. الولد بقى على الجانب الاخر بيكون متعصب جدا لان واحد شبه بطلنا تشانج بيعصى اوامره وبيامره ان هو يقف في هذه اللحظه، وبيقول له ان هو من عائله جوان وازاي يتجرأ اصلا على مواجهته ويعصى اوامره. بطلنا تشانج بيتفاجئ اول ما بيعرف ان هو من العائله دي وبيساله يا ترى
جوان بوتينيان يبقى لك ايه؟ الراجل بيرد عليه بكل فخر وثقه وقتها وبيقول له اللي انت بتقول عليه يبقى اخويا، طبعا انت خفت دلوقتي وهتعملها على نفسك. ولكن ساعتها بطلنا تشانج ابن المستفزه بيضحك بسخريه وبيقول له علشان خاطر تيان اخوك ده انا ممكن اسيبك تمشي دلوقتي، ولكن لازم تعتذر عن العمله القذره اللي انت كنت بتعملها وانت كنت بتحاول تخدع اختي. الولد بيتعصب وقتها اول ما بيسمع الكلام ده، بيقول له انت ازاي تتجرأ ان انت تطلب مني ان انا اعتذر من واحد زيك؟ هو انت فاكر اصلا ان انت تقدر تتنمر على اي حد من عائله جون؟ وبعدها بيقرر ان هو هيجمع كل قوته وبيهجم عليه وقتها، ولكن بتكون الصدمه بالنسبه له لما بيلاقي بطلنا تشانج بيتفادى هجومه بكل سهوله رغم فرق مستوى الزراعه اللي بينهم. وساعتها بطلنا تشانج بيتكلم معاه بيقول له عائله جوان تستحق ان هي تكون واحده من اكبر العائلات اللي موجوده في مدينه الغروب، ولكن بقى للاسف واحد حيوان وزباله زيك كده قدر ان هو يوصل للمستوى الرابع في المسار الروحي على حس العائله بتاعته. الولد بيتعصب جدا وقتها وبيجن جنونه بيقول له انت لازم تتعلم درس عمرك في حياتك ما تنساه النهارده، وبيجمع كل قوته مره تانية وبيقرر ان هو يهجم عليه مره كمان. واثناء الهجوم بيكون عمال بيضحك بسخريه على بطلنا وبيقول له وريني بقى تقدر تهرب ازاي مني دلوقتي يا حيوان. بس بطلنا بيكون واقف من غير ما يحصل اي حاجه وبيقول له ان المعركه دي شرسه جدا عكس ما كان متوقع تماما، وان هي خلته يفهم الغاز تشكيل عالم الارواح. الولد بيتصدم وقتها لان تشانج قدر ان هو يخترق ويعدي من عنق الزجاجه بسبب هجومه، ولكنه لحد دلوقتي مصدوم ومش فاهم اي حاجه وازاي ده حصل اصلا، لان بطلنا تشانج مجرد طفل في عالم الارواح، فازاي عنده هاله قويه وقوه روحيه بالشكل ده؟ ده غير انه كمان قادر ان هو يخترق خلال المعركه، وده حاجه ما بيقدرش اي حد ان هو يعملها. واثناء ما كان واقف مصدوم اللي بيحصل ده، بطلنا تشانج بيجمع كل قوته بينطلق عليه بضربه واحده بس بيطيره بعيد، ومن شده الضربه اللي هو بياخدها بيقع في الارض وبيفقد الوعي بعدها تماما. بنروح بعد كده عند جد بطلنا تشانج واللي بيكون بيعمل عدد كبير من الادويه، وبنعرف ان هو قادر يعمل ساعتها حبه فيها عدد لا يحصى من الكنوز النادره وفيها دواء قوي جدا. وبيتكلم مع نفسه وقتها بيقول ان لو بطلنا تشانج اخد الحبه دي هيقدر يدخل لعالم تاسيس الروح، وهيبقى قريب جدا وعلى بعد خطوه واحده بس ان هو يبقى طالب اساسي في الاكاديميه. واثناء ما كان واقف يفكر مع نفسه، بطلنا تشانج بيروح لحد عنده علشان يزوره، فبيتفاجئ الجد اول لما بيعرف ان هو اخترق بنفسه ودخل لعالم تاسيس الروح بالفعل. بيفرح له وبيهنيه على المعجزه اللي هو عاملها دي، وبيقول له بالوضع ده مش هيكون باقي كتير علشان تكون طالب اساسي في الاكاديميه، وهيقدر ان هو يوصل لمستوى زراعه كينج الخالد ويرجع لهم حقهم الحاجات اللي اتاخدت منهم غصب عنهم. وبعدها بيسال بطلنا بيقول له يا ترى انت تعرف السبب اللي خلاني اطلب منك ان انت تنضم للاكاديميه؟ تشانج بيكون في حيره وقتها ومش فاهم وبيقول له لا للاسف ما اعرفش، وانت طلبت مني ليه؟ فبيرد عليه الجد وبيقول له لان تقنيه تقمص الشمس والقمر السريه قويه جدا ومستبده في القتال الفعلي، وعلشان يقدر يستخدم القوه دي لازم يمارسها مع تقنيه كينج الخالد علشان يقدر يقوي جسمه، والا مش هيقدر ان هو يصمد قدام الخصم بتاعه وهيتم القضاء عليه. واقل عواقب ممكن يحصل عليها هتكون اذيه لخطوط الطول اللي موجوده في جسمه ويخسر تدريبه وزراعته بالكامل، واما العواقب الاكبر ممكن توصل لتشتيت روحه وساعتها هيموت. وعلشان كده كان بيخليه يروح لجبل ملك الوحش علشان يطارد ويصطاد الوحوش هناك، علشان كمان يكسب الارواح والكريستالات ويقدر يعمل الحبوب اللي هو بيصنعها. وان هو لو ما قدرش يكون قوي ومالوش مثيل مش هيقدر وقتها ان هو يواجه ابوه وامه. فبيستغرب تشانج جدا اول ما بيسمع الكلمتين دول وبيقول له يا ترى ايه علاقه ابويا وامي وعيلتي بكل ده؟ وايه كمان الحاجات اللي انا خسرتها اللي انت بتقول لي عليها؟ فبيقرر الجد وقتها ان هو يواجهه بالحقيقه بما انه كبر خلاص، وبيقول له ان عائله تشانج تعتبر واحده من اقدم واقوى العائلات القديمه في قاره لينو، وان ابوه يعتبر كان القائد المباشر للعائله، وان ابوه كمان كان ذكي وموهوب بشكل مش طبيعي من وهو صغير، ولما كان عنده 18 سنه وصل لذروه المستوى التاسع من عالم الارواح وحصل على جسم كينج الخالد، وبقى معروف بانه عبقري وملوش مثيل في جميع انحاء العالم. وبسبب موهبته الغير عاديه فهو كان محبوب جدا من اسلاف العائله، وقرروا ان هم يسلموه منصب رئيس العائله كلها، ولكن لسوء حظ ابوه ما كانش مهتم بالقوه وبيقرر يتجاهل اي حاجه خاصه بالعائله، وبدا ساعتها ان هو يسافر في كل مكان علشان يبعد عن انظارهم. وفي واحده من الرحلات بتاعته قابل امه وقتها وقعوا في حب بعض من اول نظره واتجوزوا، ولكن العائله بتاعت امك كانت من المستوى الثالث من ناحيه القوه، واسلاف عائله تشانج اعترضوا على الجوازه، فبيقرر ابوه ان هو يسيب العائله كلها في لحظه غضب، وخد امه ومشى بعيد عن العائله كلها. وفي يوم من الايام من 16 سنه في ليله عاصفه قويه جدا سمع الجد صوت بكاء قصاد البيت بتاعه، ولما خرج بره لقى مهد موجود في طفل وتقنيتين زراعه موجودين جواه، وقرر ساعتها ان هو يستنى لحد ما بطلنا يكبر
يكبر علشان يديله التقنيات السرية دي. ولكن شيوخ عائلة شوان يان اول ما عرفوا الموضوع ده بدأوا ان هم يطاردوهم علشان يقتلوهم وياخدوا منهم التقنيات السرية. واثناء المعركة القوية دي قدروا ان هم ياخدوا منه تقنية الجسد الخالد، وقدر الجد ان هو يهرب ببطلنا. وقدر ساعتها بعد ما هرب منهم ان هو يستخبى في مدينة الغروب. وبعدها بيكمل كلامه بيقول ان تقنية الجسد الخالد والقانون السري لتقمص الشمس والقمر بيكملوا بعض على فكرة، وما ينفعش ان هو يضيع اي واحدة منهم، علشان كده ما ينفعش يكشف هويته قدام مخلوق ابدا. فبيرد على بطلنا تشانج بعد كده وهو متأثر بالكلام بتاعه، بيقول له ان هو فهم الموضوع كده تماما، وبيوعده كمان ان هو هيرجع اللي اتاخد منهم ده مهما كلفه الامر. وبعد 3 ايام بنشوف بطلنا تشانج لما كان بيتدرب وبيتكلم وقتها مع نفسه، وبيقول ان هو حتى لو واجه خبير في المستوى التاسع من تأسيس الارواح فهو حاليا يقدر ان هو يهزمه. ولكن المشكلة الوحيدة عنده دلوقتي ان هو مش عايز يكشف الهوية بتاعته قدام اي حد ابدا، لان مجرد ما الناس تعرف قصته والمكان اللي هو جه منه وقتها كل المدينة هيطردوه علشان ياخدوا منه القانون السري. فبيقرر ساعتها ان هو لازم يحسن مستوى زراعته في اسرع وقت ممكن، علشان ده لو حصل يقدر يهرب منهم او يواجههم. وبعد ما بيكمل تدريب بيوصل للمستوى الرابع من تأسيس الروح. ولكن فجأة وبدون اي مقدمات بيلاقي واحد تبع جون سان جاي يهجم عليه علشان يغتاله وينتقم منه. ولكن بطلنا تشانج بيقدر ان هو يتفادى الهجوم بتاعه ده وبيجمع كل قوته وبيهجم عليه، وبيقدر ان هو يتخلص منه بسهولة بعدها. ولحسن الحظ كمان ان مستوى زراعة بطلنا زاد، لان الولد اللي هو قتله كان خبير في المستوى الخامس، ولو قوته ما كانتش زادت وقتها اصلا ما كانش متأكد ان هو هيقدر يخلص عليه. ومن الواضح كده ان بطلنا تشانج لازم يروح رحلة لجبل ملك الوحوش، لان حاليا ما عندوش اي فرصة ان هو يحول جسمه لجسم اساسي غير عن طريق تكرير حبوب تشانج. وبنعرف بعد كده ان في قارة لينو في نوعين من التدريب بتاع المحاربين، والاول بيكون الطريق الروحي واللي بيقدر عن طريقه ان هو يستخدم الجسم كعالم ويمتص الطاقة الروحية من الارض والسماء علشان يقدروا يزودوا مستوى زراعتهم. اما بقى عن النوع الثاني فهو زراعة الجسم المادي لتقوية العضلات والعظام والاوعية الدموية. وبمجرد ما يوصل لعالم اتحاد السماء والارض قوته الجسدية هتزيد بشكل كبير جدا، لدرجة ان هو بلكمة واحدة يقدر يدمر الارض من كل مكان. وعلشان كده في خبراء كتير جدا بيروحوا الجبل ملك الوحش لمحاربة الوحوش العظيمة اللي هناك، وكمان لتكرير حبة تشانج لزراعة جسدهم. ولكن بعض الخبراء اللي بيروحوا علشان يصطادوا الوحوش هناك ممكن يوصل بهم الحال اللي هم يقتلوا بعض وقتها، وبيعتبروا جبل ملك الوحش ده زي جنة كده لتجميع الثروة. وبنعرف كمان ان هم بيستخدموا وسائل كتيرة جدا للقتل، زي مثلا هجوم التسلل والسم، علشان كده يعتبر الجبل ده خطير ولازم اللي يروح هناك يكون اخد باله كويس قوي علشان ما يتمش القضاء عليه. ولكن برغم الخطورة اللي بطلنا بيعرفها بيقرر ان هو لازم يروح لحد هناك بنفسه، وكان هدفه ان هو يصطاد وحوش من المستوى الثاني زي النمور المحترقة علشان يكرر حبوب تشانج. وبيبدأ بعدها بالفعل ان هو يزرع جسده الاساسي، وبيتكلم مع نفسه في اثناء ما كان بيعمل كده وبيقول ان هو لازم ياخد باله كويس قوي من المهمة اللي هو رايح يعملها علشان مش هتكون سهلة بالمرة، لان في خبراء من عالم الروح هيحاولوا ان هم يتقاتلوا معاه ويخلصوا عليه. بطلنا تشانج ابن العنادية بيكون اخد الموضوع ان هو تحدي ومش عايز يستسلم ابدا ولا يضيع الفرصة منه. تفتكروا بقى بعد كده يا اساطير ايه اللي هيحصل مع بطلنا تشانج؟ وبالفعل هيروح لهناك ولا هيرجع في كلامه مرة تانية؟ وهل تفتكروا ان هو هيقدر يزود قوته زي ما هو عايز كده، ولا في حد هيعترض طريقه وهيحاول ان هو يخلص عليه؟ والسؤال الاهم من ده كله، يا ترى هيقدر يخفي هويته لحد امتى ولا هيتكشف في النهاية؟ احداث مشوقة غامضة هنشوفها ان شاء الله مع بعض الحلقات اللي جاية يا اساطير. فلو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وكومنت حلو زيك والسبسكرايب في القناة علشان تتابع معانا الاجزاء اللي باقية. وفي النهاية حابب اقول لك صلى على النبي واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.